بحق السوريين، ولا من زيف الوعي، ولا من حرض على القتل، ولا من استهزأ بالسوريين، ولا من نكأ جراحهم، ولا من أذى ضميرهم، ولا من خذلهم في ساعة العسرة. لن يكون لهؤلاء مكان إلا في محاكم العدالة الانتقالية وليس في مؤتمر الحوار الوطني. الله يعطيكم العافية. تفضل. قنيطرة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. التوغل الإسرائيلي بالمنطقة صار فايت بنصف قنيطرة. هل سنشهد سيناريو جولان آخر أم سيدرس موضوع قنيطرة بالذات بمؤتمر الحوار الوطني؟ نحن البارحة زرنا أهلنا في القنيطرة، وسهوب الجولان رده الله سالما إلى الدولة السورية إن شاء الله. ناقش المواطنون وقدموا طروحاتهم بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ولا شك أن وحدة وسلامة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية هي مبدأ رئيسي من مبادئ ثورتنا ومبادئ دولتنا، ولا شك أن هذا الأمر سيكون محور أساسي في جلسات الحوار الوطني. يعطيكم العافية.